ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطاوين استضاف حوار الجولة الثاني إياب بين اتحاد تطاوين وضيفه النجم الرياضي بالمتلوي. القبسي يعود لتثبيت حازم المنادي على اليمين وهاب خفشة على الجهة اليسار لتعويض غسل المحس المصاب وعودة آدم بوليلة كصانع ألعاب في وسط الميدان. وقيس اليعقوبي وفي غياب الثنائي الظهير أحمد مزهود ولاعب الارتكاز محمد بن عمار فإنه أعول على هيثم المحمدي وهاشم خليفة. بداية اللقاء جت مفتوحة هجوميا من الزوز فرق مع أفضلية للفريق الضيف من حيث المحاولات الهجومية على المرمى. الدقيقة الخامسة هجوم سريع ومنسق للنجم المتلوي، عملية تبادل كروي ممتازة بين ملاعبيته وفي اختتام المحاولة الشانس مولا ولكن تصويبته أبعدها المدافع. رد فعل الاتحاد كان سريع وتصويبة قوية من خارج المنطقة ليكون خلفه مرت فوق المرمى. الدقيقة العاشرة وفريق نجم المتلوي من جديد في حالة هجومية. تسرب ممتاز من لاعب الرواق الأيمن هاشم خليفة يوزع كرة على خط 6 أمتار ورأسية أحمد بوعسيدة تستدم بالقائم الأيمن للحارس الغانمي. ضغط أبناء نجم المتلوي يتواصل خاصة مع نهاية الشوط الأول، عملية تضيع على الحاجي وبوديان. فترة أولى انتهت على تصويبة من خارج المنطقة لأحمد بوعسيدة من جانب نجم المتلوي والغانمي خرجها للركنية. شوط أول كانت فيه السيطرة الميدانية والأفضلية على مستوى المحاولات الهجومية لأبناء فريق نجم المتلوي. في الشوط الثاني مدرب اتحاد تطاوين سامي القبسي يلعب ورقة لعب الارتكاز سانغاري مكان عزيز دياو. الدقيقة 49 واتحاد تطاوين كان قريب من التسجيل، إيهاب خفشة بالراس وتدخل أول من الحارس حمزة بن شريفية في المتابعة أحمد الحاضري وبن شريفية مرة أخرى كان جاهز لإبعاد الخطر. الدقيقة 58 العولة اللي توصل الكرة داخل المنطقة ومرة أخرى في المتابعة أحمد الحاضري يخطئ المرمى. الدقيقة 72 متوسط الميدان هجومي أحمد الحاضري بإصرار كبير يتمكن من أخذ الكرة رغم متابعة المدافع الطيفي ينفرد بالحارس والمحاولة تضيع مرة أخرى على خط هجوم الاتحاد. اتحاد تطاوين يواصل بحثه على الثغرة داخل دفاع الضيوف، توزيعة قوية وإبعاد مرة أخرى ناجح للحارس بن شريفية. الدقيقة 90 زائد 3 وفريق نجم المتلوي يهدر فرصة أخرى للتسجيل. أولاد باهية من اليمين يوزع وفخر الدين العوجي بالراس كورته تخطئ الشباك. المباراة تنتهي بنتيجة التعادل السلبي وهو التعادل الخامس في تاريخ مواجهات الزوز فرق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.